Mess with that mouthpiece. Oh, left hook! Triple left hook! Beautiful jab with right hand first. Right there. And knock Mike off balance 2 times. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما الفيديو يوصل لحضرتك. ازيكم يا أبطال، ازيكم يا وحوش، معاكم عبد الرحمن ربيع، فيديو جديد وصلوا على الحبيب. معاكم عبد الرحمن ربيع، فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. هنتكلم النهارده عن الماتش اللي كان حصل من كام يوم بتاع مايك تايسون وبول جوي. انتوا مش عارف فرق العمر بين مايك تايسون وبول هول كبير جدا. مايك تايسون 60 او 59، والتاني اللي بيواجهه 27 ولا 30، يعني فرق كبير جدا. وغير كده، غير السن كمان، مايك تايسون ما كانش داخل اللي هو في نيته ان هو يخش زي ايام زمان. ايام زمان لما كان مفترس، كمان كان عرض على ما في غابة ان هو يخش يقاتل غوريلا، وكان عايز يدفع له 1,000,000 جنيه. بس هم كانوا رفضوا، وازاي وما ازاي الكلام ده في قبل كده. دلوقتي في الناس بتشوف المباراة بتاعت امبارح، يقولوا الأسطورة تايسون غلب وما اتغلب. هو أساسا ما كانش في دماغه إن هو يخش يقاتل. لا، هو داخل أساسا. لو أنت شفت في اللايف هو كان شغال، هتلاقي إن هو أساسا مش في دماغه إن هو يقاتل، عشان هتلاقي إن في الشرط اللي كان بيمضيه كان بيقولوا له إيه؟ كانوا بيقولوا له إن هو أنت لو هو جاي، وكان داخل المباراة زي ما كنا بنقول تايسون مش علشان ان هو يقاتل ولا يعمل اي حاجة من دي. لا، هو اساسا متقاعد بقاله 3 4 سنين، عشان ان عدى السن خلاص. عنده 60 سنة، راجل كبير جد خلاص. طب ايه اللي خلاه يخش يقاتل بعد ما تقاعد؟ ليه؟ الايجار بتاع البيت اللي هو عنده، اللي هو قاعد فيه، خلاص الراجل عشان ما يمشيهوش وما يسيبلوش البيت، فعايز يدفع الفلوس عشان ما يمشيهوش. فقال لما يقاتل عشان يجمع الفلوس عشان يسيب البيت. وكان بيقاتل وهو زعلان، اللي هو موشن ده. كان معاكم عبد الرحمن ربيع، السنة الفيديو الجديد. سلام.